هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. أنا معكم مجدي منصور، برنامجكم الأسبوعي معكم مجدي منصور، الموسم الأول نساعد في بناء المستقبل. آخر حلقات الموسم الأول النهاردة. بجد كنت سعيد جدا 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 وأنا معاكم في كل الفترة اللي فاتت ديت، والتارجت بتاعنا في نساعد في بناء المستقبل كان هدفه إن احنا نوصل لكل الناس اللي بتستثمر في مناطق الاستثمار غرب القاهرة والجيزة قد إيه إن في مناطق تقدر تستثمر فيها النهارده وتعيد الحاجه اللي انت ما قدرتش تحققها من احلام في السنين اللي فاتت. النهارده في مناطق في غايه القوه في غايه الجمال، سواء من ساعه ما بدانا واتكلمنا عن الحزام الاخضر، او اتكلمنا عن مشاريع شركه وادي النيل، او اتكلمنا عن الثوره الخضراء، او اتكلمنا عن سفنكس الجديده، اتكلمنا عن كل المناطق اللي في الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه دوت، وقلنا قد ايه ان الاستثمار في المناطق ديت هيكون استثمار ناجح جدا 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 من الدرجه الاولى. نساعد في بناء المستقبل هي كلمة وسلوجان احنا اخترناه علشان بجد يكون لنا دور في ان بإذن الله المستقبل اللي جاي كله العقاري اللي الدولة النهاردة بتتبناه يكون لنا دور في بنائه. قدمنا لحضراتكم تقريبا شرح لكل المناطق العقارية اللي موجودة في الجزء الأولاني من غرب القاهرة، وقدرنا ان احنا الحمد لله رب العالمين نوصل لحتى الناس اللي بره مصر قد ايه ان انت النهارده تقدر تستثمر في بلدك وتقدر تضخ استثمارك جوه بلدك بدل ما تستثمره بره بلدك في مناطق باذن الله هتكون من انجح المناطق العقاريه اللي موجوده في مصر في الفتره الجايه باذن الله. وصلنا لحضراتكم ان احنا عندنا محاور رئيسيه الدوله بتعملها هيكون ليها بجد دور فعال ودور قوي جدا جدا في اظهار المناطق اللي احنا شغالين عليها بشكل فعال جدا جدا. قلنا ان احنا عندنا المحور الاوسطي، عندنا وسط الدهشور، عندنا طريق الواحات، عندنا محور الضبعه، عندنا طريق مصر اسكندريه، عندنا محاور، وعندنا كمان محور سفنكس جاي في المستقبل. ده اللي موجود تناو او موجود في الوقت الحالي، ما بالك في اللي ممكن نلاقيه باذن الله كمخطط في المستقبل. فنساعد في بناء المستقبل هي كلمه احنا اخترناها او سلوجان اخترناه عشان يكون لنا دور فعلا في بناء المستقبل اللي الدوله بتعمله دلوقتي، وان المستقبل العقاري اللي موجود في مصر احنا ان شاء الله باذن الله لو قدرنا نساهم فيه بشكل بسيط فاحنا برضو نساعد في بناء المستقبل. خلينا نطلع فاصل ونرجع نبدا حلقتنا. استنوا. هذا البرنامج برعاية
برحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. طيب هنتكلم في إيه في آخر حلقة؟ نساعد في بناء المستقبل برضه بس بشكل مختلف شوية. مجدي حسن عوض محمد منصور الشهير بمجدي منصور، ابن منطقة كفر هرمز، أحد أحياء فيصل الجيزة. خليني أقول لك إن أنا بدأت حياتي كطفل عادي جدا زي أي طفل موجود في مصر. مفترض إن أنا كان عندي أحلام بقى، عارف وأنت صغير كده لما بيقعد يقول لك نفسك تطلع إيه؟ طيار، ممثل، مغني. أنا كان نفسي أطلع ممثل، وكنت ماشي في الطريق دوت لحد الثانوية، وقلت خلاص بقى دي لعبت وهبقى ممثل وهبقى مكسر الدنيا، ويمكن الظروف حطتني في منطقة كنت قريب فيها شوية من تحقيق حلمي. بس للأسف ولظروف معينة، ومنها كده وأقولها لك بالبلدي، رفض والدتي. رفضت إن أنا أكون ممثل، ووقفت لي الموضوع. راحت لخالي بقى قالت له الحق الواد عايز يطلع ممثل. خالي قام جايب الرغبات، هو كان شغال أصلا في الجامعة، قام جايب بطاقة الرغبات، قال لي أنت يا حقوق يا إما دار علوم. يا عم انا لا عايز حقوق ولا عايز دار علوم. قال لي يا حقوق يا دار علوم. خلاص مجبر اخاك لا بطل. اتحطيت، وافقت. من هنا بدأت حياتي في كلية حقوق عادي خالص، طالب زي اي طالب. خلصت الكلية بتاعتي الحمد لله وانا شغال زي ما انا برضو. اللي عايز اوصله لحضرتك ان انا من وانا طفل تقريبا وانا بشتغل. نساعد في بناء المستقبل هي كلمة تقريبا وحلم بدأت بيه حياتي، ان انا النهارده اساعد في بناء غيري زي ما ربنا سبحانه وتعالى ساعدني وبنيت نفسي. كنت دايما شايف ان انا عندي احلام، تقريبا عندي حوالي 6 7 ويمكن اكتر 10 اصحاب معايا في الشارع من نفس سني، موجودين كلنا في نفس الليفل في الدراسه. كنت دايما بحاول ان انا افرح والدي ووالدتي، والدي الله يرحمه ووالدتي، وان انا ابقى الاول. والحمد لله رب العالمين كنت دايما ببقى الاول، ودايما الحمد لله رب العالمين بقدر ان انا اعمل الحاجات اللي تسعد امي، واللي كان نفسي برضو ان هي تسعد والدي، وكان نفسي يبقى بيشوفني دلوقتي، لكن لم يقدر الله وتوفى الله تقريبا من حوالي سنه، الله يرحمه ويسامحه. كملت، دخلت الكليه اللي خلاص بقى اجبرت عليها، كليه حقوق. بس عايز اقول لك ان انا استفدت كتير جدا، وبرضه كنت شغال تقريبا بدل الشغلانه 2 وقت الجامعه عشان اساعد في بناء المستقبل. اشتغلت، ويمكن لو فاجئتك وقلت لك ان انا كنت ببيع شاي وقهوه عشان اساعد نفسي. كنت ببيع شاي وقهوه عشان اساعد نفسي، عشان اساعد في بناء المستقبل. خلصت دراسة الحمد لله رب العالمين، إسبية على الجيش. تعالى، ده حق بلدك عليك. دخلت الجيش، خلصت الحمد لله رب العالمين، ويمكن أنا قضيت جيش بقى كما أنزل 60 و70 يوم ما بنزلش أجازة. بس كنت سعيد إن أنا بأدي الخدمة العسكرية اللي مطلوبة مني، وخلصتها الحمد لله على خير. طب يلا بقى، فين يا حياة؟ ده أنا مستني بقى. قاعد بقى أسمع عن أحلام وعن طموحات ممكن تتحقق أول ما تخلص تعليمك ودراستك وجيشك. فدخلت مفرمة الحياة، وكل الناس عارفة اللي خلصت النهاردة المفرمة بتاعت الحياة عاملة ازاي. بس برضو بدون يأس نساعد في بناء المستقبل. كملت، بدأت حياتي عادي خالص، اشتغلت في كل الشغلانات اللي انت ممكن تتخيلها ولا تتخيلها بدون أي وأدنى ريحة يأس. حطيت تارجت قدامي، والتارجت ده هو شخص. مش عارف هو يعرف ده ولا لا، بس يمكن أنا معظم أصحابي النهاردة بينادوني باسمه، ويمكن أنا بحبه وبحبه الحاجات كتير هو بيعملها. باشمهندس أحمد أبو هشيم، أنا شايفه مثل أعلى، ويمكن في يوم من الأيام أقابله. ليه لأ؟ ما دام شغال على التارجت وعلى حلمك اوعى تيأس. كملت حياتي، اشتغلت شغلانة واثنين وثلاثة، طب ولا ليها علاقة بحقوقي ولا ليها علاقة بأي حاجة خالص. أنت شغال، المهم إن أنت عندك حلم عايز تعمله. لحد ما الحياة حطتني في مجال العقارات. من حوالي 5 سنين 6 سنين لقيت الطريق اللي انا ماشي فيه في شغلانه بتجيب شغلانه وشغلانه بتجيب شغلانه، دخلت المجال دوت. طيب ربنا سبحانه وتعالى حسيت انه بيكرمني نتيجه تعبي، نتيجه السنين اللي فاتت ديت، وبيعوضني شويه عن التعب اللي انا تعبته، وعايز يخليني في مكان يمكن افضل من اللي كنت فيه شويه. حاولت اشتغل على نفسي وفعلا اساعد في بناء المستقبل. اشتغلت في شركه او 2 و3 وعمال اتعب واشتغل لحد ما بقى قدام مني حلم. طيب هي الناس اللي بتشتغل النهارده ديت، والناس اللي المفروض ان هي نازله في نفس مجالك او في غير مجالك، مش المفترض ان هم يبقى عندهم حلم زيهم زيك؟ كام واحد بييأس في الطريق؟
عدد. ناس كتير ما بتكملش، ناس كتير بتقف. بقول لك كنت ببيع شاي وقهوه، والنهارده انا واقف قدامك في التلفزيون. واقف قدامك عشان كان عندي هدف، كان عندي حلم، ما يئستش وانا شغال عليه. في شغلانات انا ممكن مش عايز اقولها لك على الهوا، انا اشتغلتها بس عشان افضل واقف على رجلي. تجيلي شغلانات بره مصر، السعوديه، قطر، الامارات، انا قاعد في مصر، مع ان الطريق هناك اسهل، واصدقائي كتير سافروا سواء في اوروبا او في الدول العربيه. تعالى واشتغل معانا واتعب، وبرضه هي ربنا يكرمك وهترجع تشتري حاجه واثنين وثلاثه. انا عايز ابقى هنا، انا عايز اساعدك واساعد نفسي ان احنا الاتنين نقوم مع بعض. عايز الرساله اللي انا عايز اوصلها في الاخر لحضرتك، ان في الاخر اوعى تيأس، اوعى تبطل تحلم. في يوم من الايام اشتغلت شغلانه كانت ليها عامل السحر معايا. جمعت بناس فرقوا معايا جدا جدا جدا. الطاقه السلبيه اللي كانت تقريبا بتقابلنا كل يوم تهد اي بني ادم، الناس دي كانت جبال. ويمكن انا بدلهم بالفضل بعد ربنا في اللي انا فيه النهارده، ان اوعى تيأس، كمل. لو عندك حلم هتوصل له. ويمكن واحد من الناس دي قصدت ان انا اجيب سيره الموضوع عشان اترحم عليه، احمد الجرحي، احد اصدقائي الله يرحمه ويسامحه. يمكن سابني في اول الطريق بعد ما علمني، قال لي تعالى المنطقه ديت والمكان دوت هيعلمك وهيطور فيك وهيساعد في بناء مستقبلك. بس للاسف من ضمن الازمات والظروف اللي اتحطيت فيها انه مات، الله يرحمه ويسامحه. كمل بقى يا باشا، كمل لوحدك، ساعد نفسك. وكملت. ممكن حتى لو ما كملتش في الكارير او في المجال اللي هو دخله لي، بس انا استفدت كتير جدا 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 من تواجدي في المكان دوت ساعتها. عايز اقول لك خبط على كل البيبان، ما تيأس. عايز تقعد جوه بلدك وتبني نفسك، اقعد جوه بلدك وابني نفسك. اشتغل اي حاجه، المهم تبقى شغال، المهم يبقى الجنيه اللي طالع من جيبك حلال. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. هذا البرنامج برعاية
تانية أعزائي المشاهدين. طيب أنت بقى داخل لي بحتة شعرية بقى وعايز تنزل دموعنا ولا إيه؟ لا خالص، لا خالص والله. أنا كل اللي عايز أقوله لك إن بجد ربنا عمره ما بيضيع تعب حد أبدا. دايما كان بيبقى قدامي وبشر الصابرين. أنت ما تتخيلش الخبطات اللي خدتها في حياتي قد إيه عشان أبقى موجود قدام منك واقف كده دلوقتي. يمكن ان شاء الله باذن الله وهي الحلقه دي بتتذاع، يمكن هي من اقل الحلقات اللي سجلتها، باذن الله هكون موجود في العمره، فممكن ما اشوفش الحلقه انتوا بس اللي ممكن تشوفوها يعني. بس عايز اقول لك ان بجد انك تشوف فرحه والدك او والدتك باي نجاح انت بتعمله، صدقني ده حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره انت ممكن لا تتخيلها. فصدقني اتعب. بفرح جدا 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 لما بلاقي ناس بتبعت لي رسائل على صفحه البرنامج بتقول لي كمل، احنا متابعينك، احنا بنستفاد من اللي انت بتقوله. ببقى فرحان، يا رب ده انا ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه خالص، وكنت شغلي مختلف تماما، انت حطيتني في الحته دي، وان ليس الانسان الا ما سعى، ربنا حطك في حته انت اكيد قدها، فكمل في الحته ديت. ان شاء الله ربنا كاتب لك انك تبقى في حته احسن واحسن واحسن. انا ما اعرفش ربنا كاتب لي ايه، بس انا كل اللي شايفه ان الحمد لله رب العالمين انا النهارده في مكان راضي جدا عنه، وحتى لما ما كنتش في المكان دوت وكنت في اقل منه كنت برضه راضي جدا عنه. فدورك انك تشتغل وتساعد نفسك على بناء مستقبل نفسك. ساعد نفسك على بناء مستقبل نفسك. ساعات بلاقي ناس، والله اعوذ بالله ان انا اقول حاجه، يمكن انا اقل بكتير جدا من دوت، بحس ان هم شايفيني رول موديل، زي ما انا شفت باشمهندس احمد ابو هشيمه اللي اذا ربنا اراد خير في يوم من الايام ممكن نتقابل، شايفيني رول موديل او شايفيني مثل اعلى، والاقيهم بيحاولوا يقلدوني في حاجه معينه، ببقى في قمه السعاده ويمكن ما بحاولش ابين لهم دوت، بس ده نجاح. طب انت ليه انت كمان ما تكونش مثل اعلى لناس تاني كتير شايفينك؟ من هنا كلنا هنعرف نساعد في بناء مستقبل البلد دي. لو كل واحد فينا اشتغل على نفسه وحاول ان هو يساعد في بناء مستقبل نفسه هيفرق كتير جدا. مع احترامي الكامل لكل اصدقائي واخواتي، مهرجانات وبيخش يصور تيك توك وبيخش يصور علشان يطلع حاجات معينة. طب انت ايه اللي انت بتقدمه؟ لا يا باشا، ده هو ده اللي ماشي، والله ما ده اللي ماشي، وحتى لو كان ماشي دلوقتي مش هيمشي العمر كله. اعمل حاجة تفيد بيها غيرك، اعمل حاجة تفيد بيها غيرك، اعملي حاجة تفيدي بيها غيرك. انت واقفة وبتعملي تيك توك طب وبعدين؟ وانت واقف وقاعد على السطح وبتعمل التيك توك بتاعك، طب وبعدين؟ بلدك استفادت ايه؟ والدك او والدتك استفادوا ايه؟ انت استفدت ايه؟ ولا اي حاجة. صدقوني البلد دي محتاجة مننا ان كل واحد يحاول ان هو يساعد في بناها فعلا ومن قلبه، مش بالكلام ومش بالشعارات. انا يمكن لحد النهارده لازلت موجود في بلدي وفي منطقتي علشان خاطر والدتي موجوده، يعني ما بحاولش حتى اتغير كشخص عشان الناس ما تفكرش ان انا لا قدر الله اتكبرت او اعوذ بالله من حاجه زي كده في يوم من الايام. لكن لما بتكون بتشتغل من قلبك على نجاح حاجه انت فكره انت اشتغلت عليها او بتحاول تساعد بيها الناس غيرك، ربنا هيكرمك افضل كرم. حط قدامك ربنا، حط قدامك بلدك دي اللي احنا ملناش غيرها، حط قدامك والدك او والدتك، حط قدامك مستقبلك، وساعد نفسك في بناء مستقبلك وبناء مستقبل كل الناس اللي انت بتحبهم. ان شاء الله باذن الله. احنا كده تقريبا خلصنا الموسم الاول، وكان موسم جميل جدا 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 في تواجدي معاكم مع قناه الحدث، مع كل اصدقائي في الاستوديو اللي بشكرهم جدا. فهنبدا نبعد عنكم شويه ونحضر باذن الله لموسم تاني. باذن الله باذن الله باذن الله هيكون موسم قوي جدا جدا جدا، وهنكمل في بناء المستقبل. بشكركم، كنت معاكم مجدي منصور. السلام عليكم ورحمه الله.